دايما بيطلبوها مني في رمضان، اي ضيف بيجيلي لازم يطلبها الكنافة بالقشطة او الكنافة بالكريمة. قد ايه جميلة جدا، وانا كمان بعملها بكريمة مميزة طعمها فوق الرائع بجد. لو دقتيها مش هتبطلي تعمليها، تستحق التجربة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة هنبدأ بيها خالص هي الشربات، عبارة عن كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية، كده يكون متوسط، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنبدأ نحطه على النار، وأول ما يبدأ يغلي أحط عليه عصير نص ليمونة، وأبدأ أقلب فيه كده لمدة 3 دقايق، وبعد كده نطفي عليه. آخر حاجة أحطها خالص هي نقطتين من الفانيليا وخلاص، وأسيبه بقى يبرد على جنب. بعد كده هنجيب نص كيلو من الكنافة، والكنافة هنا انا كنت مفرزاها في الفريزر عشان تسهل عليا ان انا افضل افككها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بتبقى سهلة جدا، وببدأ اعملها كده بايدي كده، بتبقى بودرة معايا، وبتبقى ما بتاخدش معايا ثواني في تفكيكها. تمام. طبعا لو انت بقى مستعجلة وعايزة تعمليها طازة، فانت ممكن تحطيها في الكبة، او ممكن تقطعيها بالمقص كده لحتت صغيرة. بعد ما فرتكتها كده يعني خليتها قطع صغيره خالص، وخليتها عامله زي البودره معايا. حطيت عليها 3 معالق كبار من السكر البودره، اللي بيساعد على تماسكها، وكمان في نفس الوقت بيديها لون ذهبي حلو كده، وخلطتهم معاها كويس. بعد كده جبت كوبايه كامله من السمنه، حوالي 250 جرام، وبعد كده رحت جايه حطيت حوالي 3 ارباعها في الكنافه كده، وسبت الربع هقولكوا ليه دلوقتي. هنبدأ بقى دلوقتي ان احنا نقلب الكنافة مع السمنة كويس جدا جدا، لحد ما تحسي ان هي اتشبعت بكمية السمنة دي كلها، ومبقاش في حاجة مش طايلها سمنة، يعني كل الكنافة بقت خلاص متشبعة بكمية السمنة اللي انا حطيتها. خلاص في المرحلة دي هبدأ بقى ان انا اقسم الكنافة بتاعتي دي الى نصين قد بعض بالظبط، علشان يبقى الطبقتين قد بعض بالظبط. حلو كده. هنجيب الصينيه اللي هنشتغل فيها، والصينيه اللي اشتغلت فيها دي كانت مقاس 30، وبدات ان انا احط انا اسفه مقاس 28. وبعد كده رحت جايه حاطه معلقتين من السمنه في الربع كوبايه من الربع كوبايه اللي احنا كنا حاطينها دول في الصينيه نفسها من تحت. وبعد كده بدات ان انا احط النص الاولاني من الكنافه، وابدا ان انا اوزعه بالتساوي كده على الصينيه بتاعتي. ببدا الاول بايدي بس ان انا اساوي الكنافه، وابدا ان انا اسويها كويس عشان مبقاش حته عاليه وحته واطيه. وبعد كده جبت كيس ثلاجة وصينيه اصغر، وبدات ان انا ادك بيها الكنافه كويس قوي. يعني التركة في الكنافة دي اللي بيميزها عن الكنافة التانية او اي كنافة تانية هي الدكة دي، عشان كده بتاعة المحلات بتبقى حلوة وبتلاقيها متماسكة، فانت دكيها كويس قوي. بالنسبة للكريمة اللي هنحطها بعد كده، عبارة عن كوبايتين من الحليب، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وكمان معلقة واحدة بس كبيرة من السميد اللي هو بتاع البسبوسة. هنحط بقى كل الكلام ده الاول على البارد ونقلبهم، وبعد كده هنرفعهم على النار ونبدأ نقلب فيهم لحد ما تتقل معايا بالطريقة دي. وهي سخنه طبعا كده هبدا ان انا احطها فوق الكنافه، وببدا ان انا احطها في الجزء اللي في النص، ما بجيش ناحيه الاطراف علشان ما تتحرقش معايا في الفرن. بعد كده هسيبها بس يدوبك تشمع شويه، تعمل وش كده ناشف شويه، وبعد كده هنبدا ان احنا نحط الطبقه التانية بتاعه الكنافه بتاعتي. وزي ما انتم شايفين انا بدات الاول بالاطراف، هبدا ان انا املى الفراغات اللي في الاطراف دي الاول، عشان الكنافه او عشان الكريمه ما تسحبش معايا في الاطراف دي خالص، يعني انا بسدها بالكنافه. بعد كده بقى هبدأ برضو اساوي بالراحة جدا. المرة دي بقى مش هنعرف ندك بقى الدكة اللي احنا دكيناها في الطبقة الاولانية، علشان في كريمة تحتيها. فحاولي ان انتي تسويها بالراحة كده بايدك لحد ما تبدأي تساوي سطحها. بعد كده بقيت السمنه اللي كانت معايا من ربع كوبايه اللي كانت فاضله، هبدا احطها فوق الوش كده، يعني الربع كوبايه دي بقسمها ما بين تحت وفوق، والتلات ارباع بحطهم في قلب الكنافه يعني نفسها. حطيتها في فرن سخن على درجه حراره 180، شغلت تحت وفوق لو امكن، يعني لو مش ممكن هتشغلي تحت الاول وبعد كده تشغليها الشوايه. اول ما طلعت على طول سقيتها بالشربات البارد اللي احنا كنا محضرينه، وبعد ما سقيتها بالشربات غطيت عليها علشان تشرب الشربات بتاعها بالراحه كده، وتفضل معايا طريه ما تبقاش ناشفه. لو انت عايزاها ناشفه سيبيها من غير ما تغطيها. بعد كده هنبدا بقى ان احنا نقطع الكنافه بتاعتنا. طبعا انا بحب اقطعها وهي تكون دافيه، ما تكونش سخنه قوي علشان الطبقات ما تفصلش عن بعضها. وابدأي بقى ان انت قطعيها التقطيعه اللي انت عايزاها. انا بدات اقطعها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي مربعات كده، عايز تقطعيها مثلثات براحتك. وبدات بقى ان انا ازينها بالفستق اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، وقلت لكم قبل كده كذا مره ان الفستق ده صديقي في كل حلويات رمضان وغير رمضان. دايما بحب ازين بيه، بيديني شكل حلو وطعم كمان حلو للحاجه اللي انا بزينها.
تمام كده. هنبدأ نحط على كل قطعة كده حبة من الفستق، ونبدأ نطلع بقى قطعة من الكنافة بتاعتنا. قد ايه جميلة جدا جدا جدا، حلوة، والكريمة فيها طعمها فوق الرائع. لو جربتوا الكريمة دي بجد بالطريقة اللي انا عملتها دي هتعجبكم قوي قوي. ده غير ان هي بتبقى طرية وغنية كده، اكنك بتاكلي قشطة مش كريمة عادية. شايفين بقى الجمال، شايفين بقى الكنافة متماسكة ازاي وحلوة ازاي. فعلا تستاهل منكم التجربة، يعني بجد جميلة قوي قوي، تنفع ليالي رمضان وسهرات رمضان. وكل سنة وحضراتكم كلكم طيبين.